السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤخرا كلشي كيهضر على الاختراق اللي استهدف بعض القنوات ولا بعض الشركات المغربية، منها لا سينيساس، منها شركة إنويت، اتصالات، منها طونجي ميد. المهم واحد المجموعة ديال المواقع كثيرة. القصة كيفاش غنعرفوها كاملين اليوم؟ 8 أبريل 2025 تحلات واحد القناة في التليجرام باسم جبروت دي زد، هي لابغيفياسيون ديال الجزائر، جبروت الجزائر. على ما كتقول على راسها مجموعة هاكر جزائرية، اللي كان أول حاجة غادي تقولها في القناة هي أنها قدرت تخترق المواقع ديال لا سينيسيس وموقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، ويشفروا البيانات ديال المغاربة ويسربوهم بالمجان. حطوهم في التليجرام، حطوهم في تويتر، حطوهم في الانترنت العميق، الديب ويب او الدارك ويب، وتشاركوا مع الناس دوك الملفات، ولكن بشكل مجهول. داروا واحد لانونس انونيم، وحيت القناة باقا جديدة ما كيعرفها حتى واحد، ما غادي يوصل داك الخبر إلا لواحد المجموعة ديال الناس قلال بزاف ما عندهمش المتابعين. لهذا قرروا انهم يمشيو يعلنوا على الخبر في البلاصة اللي كيراقبوها جميع لي هاكرز والجهات الأمنية في العالم، باش يسلطوا عليهم الضوء أكثر. والمكان اللي غيلقاو أنه مناسب هي المنتديات ديال الهاكرز، باش يسلطوا الضوء كيف قلنا على راسهم. وداكشي اللي داروا، حطوا أول بوست في هذا المنتدى بنفس الاسم، جبروت دي زد، اللي علنوا فيه بشكل عام بالاختراق اللي داروا، وسربوا أكثر من 6.5 جيجا من البيانات ديال المغاربة. 6.5 راه ماشي رقم اللي قليل، وانتم غتعرفوا علاش. حتى لدابا كيبان بلي أكثر من 28 ألف واحد تيليشارجا دوك الملفات السرية. هاد البيانات المجموع فيهم أكثر من 53 ألف ملف PDF، اللي فيهم بيانات حساسة لأكثر من 499 شركة مغربية. هي 499 شركة مغربية، وبيانات شخصية لأكثر من 1.99 مليون موظف، يعني ما يقارب 2 مليون د الموظفين في المغرب. وإلا جينا نشوفوا عدد الموظفين في المغرب ما كيتجاوزوش واحد 7 ولا 10 ديال المليون موظف. هاد البيانات الشخصية فيهم رقم البطاقة الوطنية، الاسم، الإيميل، رقم الهاتف، الشركة اللي كتخدم فيها وشحال كتخلص، رقم الباسبور ديالك، ورقم ديال الحساب المصرفي ومعلومات بنكية أخرى إلى آخره. دابا غادي تسولني واش هاد البيانات كاملين صحاح ولا مزورين. الهاكرز المغاربة داروا واحد البحث دقيق وتأكدوا أن الصحة ديالهم ماشي 100% صحاح. كيفاش داروا؟ خداو جوج أرقام من البيانات وقارنوهم مع بيانات تسربوا من قبل من شركة أخرى، وعطاو نفس الاسم ونفس الإيميل اللي كاين في الملف المسرب ديال لا سينيسيس، اللي كيأكد أن هاد البيانات كاين فيهم بعض اللي صح وكاين فيهم اللي غلط. السؤال المطروح عاوتاني، علاش وقع هذا الاختراق؟ على ما قالوا في القناة ديالهم أنه جا كرد على الاختراق اللي دارته شي مجموعة ديال الهاكرز المغاربة للحساب ديال وكالة الأنباء الجزائرية. داروه، اخترقوا ليهم الكونت ديالهم على منصة تويتر، ولكن من بعد تم الحظر ديال هاد الحساب هذا من طرف الشركة. غادي تسولني اشنو ممكن يوقع من بعد ما تسربت هاد المجموعة هاد المعلومات. أول حاجة نفكروا فيها هي الاحتيال. لهذا حاول تنبه أي واحد قريب ليك بأنه ما يثيق بحتى شي إيميل وصلو أو شي اتصال هاتفي من شي حد واخا يبين ليه المعلومات ديالو، يقول ليه واش انت هو فلان، رقم البطاقة الوطنية ديالك كذا، رقم الضمان الاجتماعي ديالك لا سينيسيس أو لا الكنوبس أو لا لامو وهو هذا، الريب ديالك كيبدا بهاد العدد الأرقام وكيسالي بكذا وكذا. ما يتيقش من غير إلا مشى برجليه حتى المصلحة اللي عنده فيها الغرض. هذا هو الجزء الأول من الفيديو. من بعد غنشوفوا شكون هو السبب أو لا شكون اللي دار هذا الاختراق هذا، باش نوضحوا الصورة أكثر. ندوزو للجزء اللي كلشي كيتسناه،
اللي هو التحقيق اللي داروا الهاكرز المغاربة وشكون اللي مورا هذا الاختراق. الهاكرز اللي مسمي راسو جبروت دار واحد ضجة إعلامية كبيرة مؤخرا، ولكن كيف كنقولوا أنه هاكرز مبتدئ. غتقولوا لي كيفاش هاكرز مبتدئ؟ يعني ما كاينش شي واحد غينشر واحد الملف مسرب استهدف به مؤسسات حساسة ديال الدولة وغينشرو بالاسم ديالو. كيفاش؟ هادشي اللي دار الهاكر ديالنا جبروت، دار واحد الغلط اللي خلاه يتفرش. في اللحظة الأولى فاش الهاكر بدا كينشر رسائل في القناة ديالو في التليجرام، ما جاش ونشر داكشي نيشان في الحساب ديال جبروت دي زيد، بل دار ليهم واحد التحويل من حساب آخر اللي كان حط اللي كان حطهم فيه في ديك القناة ديال جبروت. وداك التحويل طلع تحتو واحد الاسم مستخدم ديال الحساب اللي جا منهم دوك المعلومات. كيكون واحد الاسم في واحد لو كود كيكون دائما واحد لو كود للمستخدمين، هو عنده 3 ان 16 ام 4. من مورشي دقيق لاحظوا الهاكرز المغاربة أن الرسائل الأصلية بداو كيتمحاو وتعاودوا تحطوا وحدين أخرين جداد نفسهم النيت، ولكن هاد المرة بلا ما يكون عن طريق تحويل، أي ماشي حولوه من داك الحساب الآخر. وهنا الهاكرز المغاربة شكوا من هاد القضية وقالوا ياك ما الهاكر الجبروت عاقب اللي دار داك الغلط وحاول يمسح داك الأثر ديال داك الاسم المستخدم. وهنا بدا البحث على هاد الاسم ديال المستخدم ديال من غادي يكون. في بحث بسيط في جوجل خرجوا نيشان في واحد الحساب في واحد الموقع ديال واحد الشخص اللي عنده اهتمام كبير بالتكنولوجيا عامة. الحساب ديالو عامر بالمشاريع البرمجية. من مورا التحقيق ديالهم في هذه المشاريع البرمجية اللي هو ناشر في الحساب ديالو وخصوصا في الكوميتس ديالهم، قدروا يستخرجوا معلومات قيمة منه بحال الإيميل ديالو ومعلومات الاسم والنسب ديالو وفين كيقرا. الإيميل كيبان بحال أنه من جامعة ألمانية. من بعد قلبوا تاني بنفس الطريقة في المشاريع الأخرى حتى لقاو إيميلات أخرى، ولكن اللي مهم فيهم هو الإيميل اللي فيه الاسم ديالو كامل. وهنا وصلوا الاسم الحقيقي ديالو واللي هو مزنار رشيد. ببحث بسيط في جوجل لقاو بلي عنده حساب في لينكدين اللي فيه الصورة ديالو الحقيقية، وأنه كيشتغل مهندس في الأمن السيبراني في واحد الشركة معروفة في ألمانيا. ولكن حتى لدابا مازال ما عارفين الأصل ديالو منين. وهذا هو المهم في القصة. في الحساب ديالو لقاو بلي أنه كان قرا في جامعة ألمانية، وتأكدوا من هذه القضية هذه بواحد من الإيميلات ديالو مازال خدام في الموقع ديالهم، يعني في الموقع ديال الجامعة. من بعد ما كملوا البحث ديالهم بداك الاسم ديال المستخدم حتى لقاو حساب في موقع ديال مسابقات الهاكرز، ولقاو في البايو يعني السيرة الذاتية ديال الحساب مكتوب فيها نفس الرقم أو اللوكود ديال داك الشخص ديال مزنار رشيد، اللي كيتبين أنه من تونس، وأنه كيستخدم هذا الاسم هذا في المنصة في المسابقات ديال الهاكرز. كيلعب به فقط شخص واحد، يعني بحال واحد لوكود واحد الرقم تعريفي ما يمكنش جوج الأشخاص يستعملوه، كيستعملوه فقط شخص واحد. لهذا جميع الشكوك الحالية كتجه لهذا السيد، واخا حاليا حتى حاجة ماشي مؤكدة 100%، ولكن في هذه المرحلة وهذا الشيء فقط غير اجتهاد شخصي من الهاكرز المغاربة. والهاكرز المغاربة تأكدوا حتى لهذه اللحظة أن الهاكرز ماشي جزائري بل تونسي، ولكن السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء هذا ما معروفش. الهاكرز المغاربة ما بقوش مكتفين يديهم وكيتفرجوا، بل داروا واحد الرد اللي هو قاصح تجاه المواقع ديال الشركات الجزائرية، واستهدفوا بعض المواقع الإلكترونية الحساسة وسربوا معلومات كثيرة. وهذا الشيء اللي غنعرفوه في الفيديو الماجي. تبقاو على خير.